دكتور أنا فاكرة إن أنا تقريبًا من يوم ما ولدت حضرتك كنتِ بتقولي لي جملة مهمة أوي، دايمًا اتكلمي معاه، طبعًا. وما تكلموش إن هو طفل، اتكلمي احكي له. صح. إيه أهمية كلام الأم مع الطفل أكنه حد من صحابها، أكنه حد معاها في البيت؟ إن إحنا الlanguage عندنا عبارة عن مدخلات input. تمام. أنتِ اللغة أو الكلام اللي إحنا بنتكلمه ده عبارة عن كلام أنتِ بتسمعيه، مخنا بيسجل الكلام دوّة، وبعدين نبدأ نقول الكلام ده نخرّجه. فكل ما الطفل المدخلات أو الinput اللي داخل له يزيد، كل ما هو هيبقى الoutput بتاعه أكتر. فكل ما أنتِ بتتكلمي مع الطفل كتير، تقري له stories، تحكي له حواديت، تتكلمي معاه بشكل مناسب ومضبوط عشان هو يسمع نطق الكلمة مضبوط، فتتسجل عنده مضبوط ويقولها مضبوط. على عكس ما لو أنا باتكلم مع الطفل بلغة البيبي اللي هو بيتكلموا بيها، هو هيبقى الbrain أو مخه هيبقى فاهم إن دي الطريقة الصح لنطق الكلمة، وبالتالي هو هيفضل يقولها بالطريقة دي مش هيصلّحها. فإحنا دايمًا نتكلم كتير عشان أخلّيه يسمع كلمات كتير ويبقى عنده حصيلة لغوية كبيرة، وأنطقها بطريقة صح ومضبوطة باللغة اللي أنا مختارها، تمام، اللي هاعلّمها له، وهو يبدأ يبقى عنده كلمات أكتر، نطقها صح، فيبدأ يتكلم أكتر وبسهولة ويقول الكلام مضبوط هو كمان. طيب